رايحه فين يا صبيه؟ راح اعمل لكم المشي يعني. فكروني بالاغنيه يا ولاد. مش الدرنيسه يا حلاوه شمسي. تعالوا بقى اما نصفي مش هنا يا جدعان. هنجيب بقى المش بتاعنا. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح السعاده والسكر الزياده. طبعا يا حبايبي قلنا كده خلاص. غنينا وهيصنا. انا قصيت حاجات كتير. كنت كده مسجله لكم بصوت، بس رجعت قلت ايه، لا الصوت اللولبي ده احتفظ بين نفسي. هنا بقى جبت ايه، رحت جبت زي ما قلت لكم اخر ذكرى ليا من عند ايه، من عند والدتي الله يرحمها رحمه الله عليها. هنبدا الفيديو بتاعنا بايه، بالرحمه عليها وبالصلاه على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. وطبعا يعني الف رحمه ونور لوالدتي والابي والجميع موتانا يا رب. وطبعا يعني نصلي على سيد الخلق وسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. احنا عندنا حاجه اسمها بقى موسم ومولد نبوي والحاجات دي يا جماعه. مش عارفه عندكم الطقوس دي، انا عارفه اللي هي مش حاجه اساسيه، وعارفه ان هي بدعه وكل حاجه، بس ايه يعني الناس عندنا يعني احنا اتولدنا واتوجدنا لانهم بيحتفلوا بيها. وكمان بيعملوا فيها يعني يصنعوا فيها حلوى. هي الحلوى دي موجودة على طول، بس بتحس اللي لها يعني اقبال وكده، الناس فرحانة بيها. فطبعا طبعا ايه حبيت بقى ايه، رحت جبت زمان كنت عامله لكم فيديو قبل كده وانا بجيب الفخاره او البلاص يا جماعه من عند اخويا. هنا بقى حطيت كده المش زي ما انتوا شفتوه، بدات اصفيه كده. كنت مش عاوزه اصفيه بايدي، بس لقيت فيه قطع صغيره من الجبنه. وكمان حبيت ان انا يعني ان انا احاول انزل البهاريز، لان ده كان عامل كانه زي العجوزه كده، كان مش تقيل زي العجوزه كده بصراحه يعني. طبعا دي كانت عمايل ايد الحاجه ام مصطفى ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها امي. وطبعا ده كان البلاصي ده كان بتاعي، وكنت اصلا انا شارياه وحطاه عندها وسايبه لها، عشان هي كانت دايما ايدها تبقى في البلاصي. تحط لي مثلا فيه لبن، تظبط المش بتاعه، تعمل لي جبنه كده. كنت اشتري لها فلفل برضو واحطه فيه. بس بصراحه انا جيت اخده بقى كان خلاص فضى وكده، وما عادش فيه جبنه وما عادش فيه حاجه. فاخدته صفيته بالشكل ده، وقلت بقى ايه اعتمد على نفسي بقى. والدتي رحمه الله عليها ما عادتش موجوده، مين هيعمل لي بقى ومين يفكر فيا؟ جه علينا بقى الوقت يا جماعه احنا اللي نعمل لنفسينا بقى. فكده انا اول مره هعمل مش كده معاكم، وليه يعني واتدخل في الحاجه دي. دايما امي كانت شايله عني المهمه دي. فعلا يا جماعه امهاتنا في البيت خير وبركه ونعمه بصراحه. بصوا لو عيش وجبنه والله، ولو عيش وحيف بيمرى عليكي، وبتحس ان انت بتزيدي اضعاف مضاعفه. تشمي بس ريحه والدتك جوه البيت، ده حاجه تانية ونعمه تانية. انا هنا كده بدات ان انا افتح ميه كده على البلاصي واغسله كده بالسلكه شويه، وهسيبه يتنقع في الميه عشان يبوظ. ده على فكره الحته دي مش حاجه مش نضيفه، ده اسمه دوايه او حاجه زي ما بيكونوا مرممين بها البلاصي يعني. فانا ايه قلت كده هسيبه بقى ينزل اللي فيه، وهبدا ان انا اخلص كده. فرشت كده فوطة قديمة عندي علشان خاطر المش لما يقع عليها، وبدأت ان انا ان انا اصفيه بالشكل ده. طبعا لو عندكم اي معلومة، عندكم حاجة تانية انا مش عارفاها، يا ريت تفيدوني وتعرفوني. ما انا بنتكم او انا اختكم او انا امكم او اي حاجة. طبعا يهمني رأيكم، ويهمني ان احنا كده نكون اسرة واحدة في القناة، لان زي ما قلت لكم القناة دي مش قناتي، دي قناتنا كلنا جميعا. لكم بصمة فيها كبيرة جدا، وبحترم كل رأي وكل كلمة سواء سلبية او ايجابية، على عيني وعلى راسي طبعا. النقطة بس اللي ساعات انت هتقولي كنت بتتكلمي في ايه يا رانيا وانت شغالة؟ انا كنت قاعدة اتكلم بقى، اغني شوية مش عارفة ايه، نتكلم بقى في القنوات، نتكلم بقى في التعليقات، نتكلم في الحاجات دي. فجينا بقى كنت بتكلم يعني ان ايه الفترة الاخيرة شايفة صراعات كتيرة وحاجات وفوق تبع اختي دي وفوق تبع اختي ده. دي يا جماعة يا ريت تتجمعوا كلكم وتبقوا كلكم فوق واحد.
تبقوا جماعة واحدة، يا ريت تتجمعوا وتبقوا ان احنا ربنا يهدي الحال للجميع. عاوزة اقول ان انا برضو استوقفني ناس تدخل عندي تعلق بحاجات وانا ارد بكل ادب وذوق، لان ده طبعي وده اسلوبي وده حياتي مش هقدر اغيرها. فبعدين يما ما خلاص لقد نفذ رصيدهم، يعني خلاص يتكلموا بقى باسلوب في الاخر حلو اللي هو اسلوب الانسحاب. بس التراحل اللي هما مش ينسحبوا من عندي بقى ويقولوا خلاص مهما يحصل هي هتفضل واقفة جنب اخواتها الاتنين وبتحب اخواتها الاتنين، ومهما يحصل من فتن او كلام او تغيير او قيل ولا قال هتفضل برضو واقفة صامدة بتحب اخواتها كلهم التسعة كلهم، وتتمنى لهم السعادة. لا، يدخلوا بقى عندي بقى فيديوهات تانية وناس تانية يقول لهم الحقوا شفتوا اللي جرى، ان كنتوا اللي نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. يقول لك ايه روح شوف مش عارفه ايه، ده رانيا كانت عامله بس وقايله ده مش عارفه ايه. تأولوني كلام انا ما قلتوش. ليه يا جماعه؟ انا ما بقولش حاجه، والله انا ما بقول حاجه مش خوفا، والله ما هو خوفا من حد. انا بحترم نفسي وذاتي وبحترم ولادي وبحترم اخواتي وبحترم عيلتي وبحترم كل الناس اللي قريبين مني، بتمنى لهم كل الخير والسعاده. هتقولوا لي بتحب اختك دي، هقول لكم بموت فيها. هتقولوا لي بتحب اختك التانية، هقول لكم بموت فيها. هتقولوا لي انت صفة مع واحدة وانتمائك لواحدة، هقول لك الاتنين عندي واحد. كده يعني. بس بصراحة يعني اتمنى منكم ان الدنيا تبقى كويسة ولطيفة، واتمنى منكم ان انتوا تشجعوهم وتتمنوا لهم كلهم الخير، واتمنى منهم انتوا يا جماعة اخواتنا بنقدركم وبنحترمكم. ليه تدخلوا في تعليقات مع بعضيكم تغلطوا في بعضيكم وتزعلوا بعضيكم وتهينوا بعضيكم؟ ليه الموضوع مش مستاهل ان انت تدخلي واحدة تهينك انت تهينيها. نحترم بعضينا ونقدر بعضينا. ما يمكن من خلال الفيديوهات بتاعنا والتعليقات تتعرفوا على بعض كاخوات وتقدروا بعض تكسبي اصدقاء ليكي في كل بلد وفي كل مكان وكده. المعرفة الناس كنوز، ولا بالمال ولا بالجاه ولا بأي حاجة، بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الكويسة والحاجات دي. انا نفسي ان احنا قناتنا تجمعكم كاخوات في الله، ما تفرقكوش. نشوف فيكم الحلو ونتمنى لكم الحلو وتتمنوا لبعضكم الحلو، لان انا اللي ما حبوش لنفسي ما حبوش ليكم. اكيد اتمنى لكم كل خير وسعادة وراحة بال وستر وصحة وكل حاجة. هنا بقى انا خلاص صفيت كل كمية المشي اللي كانت موجودة، هي ما كانتش كتير قوي، وبدأت ان انا احاول انظف مكان ما كنا بنعمل. طبعا انتوا عارفين حال السكن قد يعني هو يعني ماشي حاله، بس الحمد لله انا مستورة واستطرت فيه وقعدت بين 4 حيطان احسن ما قعدتي في اي مكان وحد زمزق من وجودي معاه، او حتى كمان اقعد في الشارع او كده. الحمد لله على الستر والنعمة وراحة البال والرضا اللي ربنا اكرمنا بيه. هنا بقى كنت زميلتي حبيبتي كده في الله، كنت طلبت منها تجيب لي كده من السوق بتاعهم شويه شطيطه وفلفل كده، بس بصراحه ما كدبتش خبر، وبصراحه جابتهم لي لحد عندي. ربنا يزيدها من نعيم الله، وطبعا نخدمها ان شاء الله في الخير. بعد ما غسلته كده فردته كده على الفوطه، وبعدين قمت انا قايله اخد شويه شطيطه كده وفلفل مع شويه وضربتهم. طبعا انا مش عندي كبه، فاضطريت احط شويه زي مش كده ان انا عاوزه اهرسهم، لان المش تقيل ولونه غامق وانا عاوزه لونه يحمر شويه. طبعا احنا يعني انا ببقى ساعات لو انا في المنصوره ممكن كنت جبت شطه حمراء وكده، لكن قلت خلاص مش مشكله، ما هو انا بظبطه وده خلاص عملت. بدا اللون يفتحها اهو يا جماعه. عاوزه اقول لكم ان طعم المش كان رهيب رهيب رهيب. شوفوا بعد ما انا صفيته بقى شكله حلو ازاي. طبعا غسلت البلاص وحطيته في جنب خلاص. ده اغنيه، غسلت البلاص وحطيته في جنب خلاص. هنا بقى كل شويه اعمل بقى المش وقعد اكل فيه. بدات اجيب البلاص وقعدت ان انا احط فيه الشطيطه والفلفل كده زي ما انتم شايفين. احوش الحتت الخضره دي عشان ما تخضرش مثلا وتمرر
المش. وعاوزه اقول لكم انا اول مره اعمل الحاجه دي، يعني يا يصيب يا يخيب، اتمنوا لي بقى ان شاء الله البلاصي بتاعي يبقى حلو كده. اللي ناقصني بقى الجبنه يا جماعه. الجبنه عاوزه اقول لكم ان الجبنه دي عمري ما حبيتها من ايد حد تاني. ما كنتش اكل الجبنه دي الا من ايد امي الله يرحمها. الجبنه والقشطه، بصوا بحس ان انا مدمنه. انا عندي اولادي ما بيحبوش الجبنه القريش قوي ولا الحاجات دي. هنا بقى بدات ان انا زي ما انتم شايفين كده احط ايه شويه الفلفل اللي انا جايباهم، عاوزه اجيب كمان شويه عليهم، وكمان ايه اجيب بقى ايه كيلو جبنه بكيلو جبنه لحد ما الشتاء يجي. ابقى اجيب الجبنه في الشتاء لان جبنه الشتاء بتبقى احلى، الا لما الاقي حد اوثق فيه، لان بصراحه الجبنه دي انا ما بثقش في حد فيها. إيه زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم غير امي رحمه الله عليها. فكنت ايه اعد على امي وهي مثلا حاطه ايه الطواجن بعد ما بتخليها بره يوم كده اللي هي تمسك إيه وتروب كده وتربط، تقوم حطها في التلاجة علشان بقى ولا تشك ولا تعمل تصلصل ولا الكلام ده. تقوم راحة جاية، كنت اقوم رايحه جايه بقى ايه بايدي واخده لي حته إيه قشطه كده. كانت بنت تقول لهم انا عارفاها، مين اللي جه علم على الطواجن؟ محدش يعمل العمله دي الا هي. خلاص يما بقى هروح اعمل العملة دي فين بقى؟ الشتا جه وعدى وخلص وما عملتهاش يا قلبي. خلاص خلاص راحت عليا. كانت ايامك بركة وخير وسعادة والله. مقابلتك كانت بالدنيا بحالها يما، من غير اي حاجة، من غير اكل ولا شرب ولا حاجة. كفاية نفسك وحسك في الدنيا، وكفاية ان انا كنت ايه يعني لاقية نفسي معاكي وفي وسطك وفي حضنك وحاسة بالامان معاكي من غير اي حاجة. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك. طبعا احنا من غير اهالينا، من غير الام الانسان حالته تغم. هنا بقى ايه عبد الله ايه قام قايل اما اعمل اي حاجه كده ناكلها. انا كان عليا المش، هو كان عليه انا الفراخ دي. كنت انا جايبه فراخ مقطعاها، عملت منها بانيه، وعملت منها الوراق تتطبخ كده مثلا زي كباب الحله. وكنت متبلها برضو، وخدت برضو شويه تتبيله وعمل كنت متبله فرخه مشويه. خدت وقطعت الكبده والقنصه برضو تبلتها. خدت كده شويه تتبيله كنت متبله بقى ايه قطع الفراخ اللي بتبقى مهروسه مننا واحنا بنعمل البانيه. عملت منهم الشويه دول كده. فقال لي إيه انا هشوحهم واعملهم زي ما انتوا شفتوه زي ما انتوا شايفينه كده، يعني اعملهم زي شاورما زي كباب مثلا كده. عاوزه اقول لكم من حلاوتهم، هو عملها كده وهدى عليهم النار لحد ما استووا خالص. من حلاوتهم بصراحه كنتوا تاكلوا في ساعتها، حتى ما صورناهمش. هنا راح جاب لي 5 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده، اديتهم غلوة على النار وحطيت عليهم شوية مش حطيت شوية فلفل كده. همسك الفلفل دول بشوية اللبن اللي انا عاملاهم دول، هحطهم في الخلاط واضربهم ايه في الخلاط. وهنا بقى بزود ده على المش اللي انا لسه مصفياه لان كان تقيل. وحبيت بقى عشان اعمل طاجن البلاصي اللي هو يبقى ايه كل ده هيرجع يمسك تاني ويربط تاني، لان ايه البلاصي هيرشح. فايه انا جبت له اللبن كده واديته غلوه وزودته شويه ملح، ظبطته ملحه. والباقيين دول هضربهم في الخلاط. شوفوا شكله عامل ازاي. شوفوا المش بتاعنا، شوفوا البلاصي بتاعنا نضيف اهو. طبعا انا حطيت الفلفل زي ما انا كنت مرياكم، وده المش بتاعي. ايه رايكم؟ ده يا جماعه من نفسوياتي اهو، ما عملتوش قبل كده. انا هتقولي لي انت عملت ايه؟ هو كانت اصلا امك عامله لك المش؟ اقول لكم لا يا جماعه، انا جبت 5 كيلو لبن وغليتهم وحطيت عليهم شويه مش شويه فلفل وضربتهم في بعض، وضربت شويه فلفل بشطيطه وظبطت الدنيا وظبطت العمل اهو. بقى بالاسباتيوله كنت ايه بتك كده على الفلفل علشان خاطر ايه اوريكم ان المش بتاعنا ده. اللي ناقصني زي ما قلت لكم بقى شويه الجبنه. بس احنا هنجيب زي ما قلت كده على القد ولحد ما ان شاء الله نجيب الجبنه في الشتاء. كمان كان عندي قطعة جبنة كده حوالي نص كيلو او اكتر، كنت جايباها وولادي ما عجبتهمش برضو، هرستها في وسط المش ده. وبعدين انا مش عارفه احط ايه بصراحه في البلاصي اغطيه بيها. فجبت دي كانت اخر حته سلوفانه بقى. اجي اجيب الجردل ده عشان احطه جوه بوز البلاصي جاي كبير.
قمت انا عامله السلوفانه دي، وعم عبد الله بقى هيجيب لي كيس بقى دلوقتي نايلون كده، اقوم ايه رابطاه عليه لحد ما اشوف له فكيره ان شاء الله. المهم ان انا ما سيبوش مكشوف لاي حاجه تعدي عليه وكده. بعد كده عبد الله راح ظبط له مكان في البلكونه وثبتناه هناك علشان الشمس بقى ايه تيجي عليه وايه تدور المش جواه، وكمان الفلفل بتاعنا يدوب كده ونشوف. بعد كده ان شاء الله لما الفلفل بتاعنا يتظبط هنوريه لكم. طبعا بقول لكم ايه، بقول لكم ما تنسوناش في اللايك، احلى متابعين في الدنيا، متابعين رانيا داوود واولادها. مع السلامه.